بإحسان إلى الدين وني أنظار لا ونكاني إزالة القيود من الفاظ المقصود في فن الصرف لا دواء ولدستكاني سينظر شهداء باسي تصريف الأفعال الصحيحة ممكن وماضي مضارع وانا اسناد من كذب ولا غلط في فاعل شيء اسناد من كذب ولا ضمائر اسا دواء الثلاثي توابع بس رباعي من وكا وهذا خماسي سداسي بس كان اليوم اسناد لأنفعلنا ولا ضمائر كانية فرمت ومثال رباعي أنا رباعي مجرد دحرج أنا ماضيك يدحرج أما مضارع بكسر الراء وسكون الحاء يدحرج دحرجة المصدر بفتح الدال وسكون الحاء دحرجة من مصدر قياسية دحرجة يسمى مصدر قياسي مضطرد لها مو فعل رباعية يعني لها مو كلمة رباعية فعل فعللة ديت فعللة ديت طبعا دحراجا فعلال اللي كزانا متويانا مش قياسية أمشي بيدها مفعلة طبعا أبيني لعندك فعل بتعبد عن إياه يعني معنا نايت ويا علم السماعية ودحراجا بكسر الدال وسكون الحاء فهو مدحرج بفتح الدال ما نسبت مدحرج اسم فاعل فهو مدحرج بفتح الدال وكسر الراء وذاك مدحرج دي خلنا أما أسلوبك أقرب اسم فاعل تلغي هو أقرب اسم مفعول تلغي ذاك أما أسلوبك لا زماني عربية لا خواميس ولو تيربي نحو لو سنة بما أزاني فهو مدحرج وذاك مدحرج وذاك مدحرج بفتح الراء متنك أخر ويشرح في شيء إن شاء الله والأمر يعني فعل الأمر دحرج بفتح الدال وكسر الراء دحرج والنهي نهي فعل مضارع لا تدحرج هو أصلا شيء تدحرج لا تدحرج برشوات لا أخيد السري أقول لا أخيد السري لا تدحرج بضم التاء وفتح الدال وكسر الراء وكذا تصريف الملحقات ملحقات وجه الملحقات وثمان ثلاثية حرف زيادة طبعا بينال الثلاثي مزيد فيه بحرف واحد كينا رباعي كينا ملحق رباعي بو لبلو تصريفات كاني لست شيء أروع لست تصريفاتي رباعي مجرد أروع وين مثلا بيطرة يبيطر بيطرة بيطارا وكو زلزلة واحد زلزلة يزلزل زلزلة زلزالا دحرج يدحرج دحرجة دحراجا بيطرة جورب يجورب جوربة جورابا بيقول جيراب وين عندك سبب من جوربها بس جيرابها أقرب قياسي بين ويا فعلان وكو فعللة مصدر شيء قياسي مضطرب مو فعلي رباعي دير حد شيء دير وهو ملحق كان جمع فالحق أظن مرة في تصريف الثلاثي أو كذا استكاني في الشيخ إنما هو التصريف المضطرد يعني أود خدمة تصريف مضطرد تصريف المضطرد لقوم مختلفة أو دستكجباسا تصريف المضطرد بنسلسلي فعل معين مسند إلى الضمائر مثلا يكفي التقريب الاستواء وقود استكتشون نصرما استناد الولاء مو ضمائر يعني يقول علي نصر يكتسبون نصر هل شو هذا الضمير بيكفعل
إسنادك ولا ضمير ثاني مثل شيء تصريف مضطرد. تصريف مختلف يكفي على مستوى جديد بلان إيجوري جارك ماضي جارك مضارع جارك أمر جارك نهي جارك اسم فاعل. مثلا نصر ينصر انصر لا تنصر ناصر منصور. أما في تصريف مختلف واضح. هذا أول كلمة دستكاني فيش روش تصريفي مضطرد وما يأتي من الأفعال تصريفه مختلف أي يأتي التصريف من أنواع مختلفة ماض ومضارع مصدر أمر نهي وهكذا. تمام واضح. تصريفي زائد تصريفي مضطرد لكن تصريفي مختلف ما نجي استلامي لا استلام تصريف كان مثل الماضي أجل ماضي إسنادي كان ولا يهم ضمير كان أما تصريفي كيشيا مضطرد. مثلا دحرج دحرجا دحرجوا. أما بوم مذكر بلان بوم مفرد ومثنى جمع. دحرجت دحرجتا دحرجنا. أما بوم مؤنث بلان بوم مفرد ومثنى وبو جمع. دحرجت دحرجتا دحرجنا دحرجت وهلوى. دحرجنا دحرجت وهكذا. يعني همو إسنادك ولا همو ظواهر كاني. أما ماضي مضارع بينه حاشية رقم صدور شراك بينه عليه إلى آخر 14 وجها المتقدمة. يعني إسنادك ولا همو ظواهر كاني ماضي مبشرة مضارع بينه. والمضارع يدحرجون يدحرجان يدحرجون. لا يأخذ وي أحسن كلمة أمس أنا بيكون خطي بسرية بجري الكشاف ويبزعني أمامنا باسي يك ولا يك وجبا يدحرج يدحرجان يدحرجون من شيء أمامنا أمامنا غائبا غائب شيء مذكر مرة مفردك مثناك جمعك أنت تدحرج تدحرجان يدحرجنا أمامش سين غائبا مرة مؤنثا تدحرج مثلا هند تدحرجان يدحرجنا أمام جماعة غائبا سير يبدو سير وهكذا غائب الشواية أنجا مخاطب شيئا وخطاب شيئا. وكذلك الأمر أجل أمر بين اشتقاق كلمة لمضارع نهي اشتقاق كلمة لمضارع واسم الفاعل والمفعول وبقية المشتقات من زيك شانز الحرف من باسل أخواني اسم فاعل اسم مفعول أنواع اشتقاق قيل الكلمات لا جمال يصد شبيه. أما المصدر فلا يتصرف مضطردا. يعني مصدر تصريفي مضطرد مثلا مصدر ثابت مصدر إسناد ناكرب ولا ضميري مفرد ومثنى وجمع جانب مذكر وجانب مؤنث ولأنه لا يثنى ولا يجمع إلا إذا أريد به النوع أو المرة. أجل مصدري ثانوي معناها مصدري أولي يعني أصلي مصدر ضرب ضربة ضربة ضربتان ضربات تصريفات الرواة مفرد مثلا جمع. ضارب مثلا ضارب ضاربة ضارب ضاربان ضاربون ضاربة ضاربتان ضوارب ألت. أما لبل شيء لبل اسم فاعل ومصدر مرة ونوع أمان برا مصدر خوي نابل أشهد ومعنى دحرج الشيء دحرجة معنى كلمة دحرجة يعني شيء ومعنى دحرج الشيء دحرجة دحرازا فتدحرج يعني دحرج الشيء فتدحرج أي تتابع في حدود. والمدحرج المدور شتيك مدحرج به أبي مؤين بالدوران يعني يسمونه من القرآن في الفهم والبنان وزر
قابلية سورانوية أو مدحرج شتيك كان قابلية دوراني هذا شتيك سورة يندو بيخلين دوار بويا تتابع في حدود والمدحرج المدور لا زمان عربي لا لسان ذلك الوقت ولجواز وجود مصدرين من باب واحد جاء للرباعي وملحقاته مصدران ويا من دحرجة ودحراجة أما درست الزمان عربي فعل دو مصدري هبه ينزع تري هبه وبيطرة وبيطارا دحرجة بو رباعي مجرد بطارا بو ملحق به الرباعي المجرد وقرن اسم الفاعل بلفظ هو وتف هو مدحرج هذا ما كتبته قال لأن الفاعل مرفوع قيل له هو والفاعل له مرفوع هو وتف هو لأنه ضمير رفع هو وقرن يقرن اسم المفعول بلفظ ذاك لأن المفعول منصوب المفعول منصوبة وتيجي فاختير له ذاك نيول هو بو اسم مفعول لبري منصوب إشارة بإمزان فعل مفعول اسم مفعول منصوبة ذاك بكار هنا بالروي وش منصوبة هو بكار مهمة لها شيء صدر شدرسيات أخواله كونه هو مرفوعا ظاهرا لكونه مبتدا ماشي اما هو هميشه بغير ضمير منفصله فاصله مبتدا واما كون ذاك طلب كلمه ذاك منصوبا في مشابهته بكاف الخطاب لا تمزن ذاك المنصوبه هذا يكون كافي خطاب واحد جم اياك كافي خطاب من حيث التعريف والإفراد من حيث التعريف والإفراد يعني يقول تعريف كبنيان بو إفراد يعني كافي ذاك وكو كافي خطاب مثلا إياك إياكما إياكم إياكنا وهذا لا دوي أو تعريفي صدر شلوسين نسيبه تجين ملاحظتان الشكل بفتح الشين وسكون الكاف شكل كامل أوي لسر كلمة حركات دابلي وضع الحركات والسكنات على حروف الكلمة مثل دحرج سي حركة دحرجها فتحة سكون فتحة أو كذا الشكل أما الضبط وصف الحركة الموجودة عليه كما تقول في دحرج بفتح الدال قلنا لكتابة لا كتابة هنا كان بتاعبة ويكعلماء يكون مسيانا مثلا كلمات نسد آية بفتح فسكون ففتح بفتح الدال وكذا 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 كاتفي نقطة نبوة نقطة حركات نبوة وهنا أجل من صام ستا من شوال كلمة ستا يعني إلابة تاع إلابة شو اللي من جوال أوان زانية وهندك كسي لا توبة غوث من بتيوه تيجي شو أنا لبر أما ضبطي كتابي إنك علامة أول شيء ومدح رجالا بفتح الدال بفتح الدال والله ما بيوجه بفتح الدال كلمة كذا بسبب من ذاك وتب بفتح الدال هيك كشوتي بفتح الذال والله نقطة دائما نقول ذلك لسلمي كويس أكري بفتح الدال أكري بفتح الذال نسألون وكانت شيء بفتح الدال المعجمة يعني المنقوطة بفتح الدال المعجمة والله بوي كانوا قيلوا بفتح الدال المهملة كلمة مهملة كان بينيوها زاني تودالة كلمة معجمة كان بينيوها زاني الذالة
وشا فالحال أمر كده وبوشي حاشيك باسي الشكل اللي يمكن أنه أم شندريخ من مرة بريك ماسي شيك دحر جاي دحرج بكسر الراء وسكون الحاء مدحرج بفتح الدال وكسر الراء أم صنعتان علماء بوشي كريانا بوعوي كلمين أو كلمين كتيرا تنشي وما قال مدحرج حركات وما أكرم مدحرج أكرم مدحرج أي بتشي أعزاني بلوش يعني بالشكل بالمسلم يعني بالضبط سكتنا السير باشا وصف الحركة الحرف بالحركة الموجودة عليه كما تقول في دحرج بفتح الدال وسكون الحاء وفتح الراء وقد استعمل المصنف الضبط في تصريف الأفعال يعني تصريف أفعال شيء بقالنا ضبط نكشة باشا نذكر أدناه سبيل المثال للتصريف المختلف والمضطرد للملحق بالرباعي هذا تصريفي أما الملحق بالرباعي باسكي فيشتري باسي مختلف كي هذا مختلف ما طلع مختلف أو يعني أبنية مختلفة من ماضي ومضارع وأمر واسم الفاعل أوان عسير يعني فعل يؤثر أو غلط الكلمات كدوا نوني كدوا أطرحيه نعم بكمان يؤثر أثيرة فعللة وإثيارا فعلالا فهو مؤثر وذاك رمزا مفعول وذاك مؤثر والأمر أثير فعل ودحرج والنهي لا تؤثر لحشي صدر الجلوشوان أثر الفرس والمنى أجر أسبق حيواني والمنى كاتب بير الكبع هو زل كبا ما دام أني في كبا أو بلوبان كده يعني أول شيء أصلا واوية لعلمي لا لأن رسم الله دعا بك مضارع يدعوها بلا أسر وواقف وإلى أصلا ولا رمى بك مضارع يرمي دتوبو يا بوازن من الكبوة يعني الزلة خاتم حيواني كده حيوانك هنا كبيها وكبيها أو كبوي كده كابو كلمة أثيرة يعني زلة يؤثر أما تصريف مختلف مضطرد في الماضي طبعا مضطرد وهي فعل مسند إلى الضمائر يعني ضم اسم فاعل مسند إلى الضمائر في الماضي بيطروا وملحق طبعا باسي ملحق بالرباعي هو يعمل بالك كذا أجينا أخوة إما باسي داخل جمع كله رباعي بس هو ملحق وين ملحق كان إسنادك بيطروا نفس الشيء بيك وبدير بدا أما شيء غائبة بيطر غائب مذكرة مفرد مثلا جمع أنجب بيطرتا بيطرنا كيف يكون ما يستعمل يسموه دي بشيلة أو بشيلة خلانك بشيلة كيف يكون منا نقوش إلى بطارية ولا دكتوري حيوان عجار كاتب كعلاجي أكاد ودكتورة سكي دورين ومنا يا درماني يشتكي بيك على بيطرة الطبيب مثلا القطة بيطر الدابة عالجها وسمر نعالها والمس مكاني في كان باشا كاتيجي كاتوا يا باكي كاتوا بيطر الدابة عالجها بهالحظ
بطر لأصل باء بطر يعني شقة شقة ككلا وبيطرة أكل الشق تقدير معي معالجة بيطرة يبيطرة ومضارع ماضي المضارع كي يبيطر يبيطران يبيطرون ما بوشي وهرسي كان بو مضارعي غائب مفرد مثل جمع تبيطر يعني هي ومفرد مؤنث غائبة تبيطران يبيطرن هرسي كان بو غائب مفرد مثل جمع إلى آخره. وهكذا تصريف الأمر أجل أما بقينا سليم وما يستعجل يبيطروا بكين على هذا الشيء بيطر نهيكين لا تبيطر هلوا. واسم الفاعل كم تنفع اسم فاعل بيطر بدلها مبيطر أحسنت. أي اسم يقول لك مبيطر عربي هو يخوش هم القياسات ثلاثين بتوزك حفظ وزيد شهر أمي درهم القياسات مين يمشي مضمون ما قبل المقصود مين يمشي مضمون ما قبل الآخر مفتوح مبيطر واسم الفاعل وهكذا تصريف الأمر والنهي واسم الفاعل واسم المفعول دوي ويكام رباعي تواكد الإنسان ثلاثي مزيد فيه ومثال الثلاثي المزيد فيه أخرج يخرج إخراجا زكي حذف وأولا طبعا دار مشهور إخراجا همزة قطع أخرجه ماضي يخرجه مضارع إخراج مصدر هو مخرج وذاك مخرج اسم فاعل اسم مخرج من دياره والأمر أخرج والنهي لا تخرج بضم التاء وكسر الراء فيهما وكسر الراء فيهما يعني في اسم الفاعل واسم المفعول. وقد حذفت الهمزة وياء هل فعل في رباعي يعني في الصورة لأولك همزة أو كاتا لم مضارع بها همزة قطع به همزة حذف به وقد حذفت الهمزة من مستقبل هذا الباب مستقبل مضارع مستقبل هذا الباب وبس فعل المضارع يؤخرج أخرج شو الحرف كيف الماضي؟ شوال بك مضارع بياء في تسري أخرج بغي يؤخرج يؤخرج درجات الرجالة نعم وهنا علي أخذ ياء فلسري يؤخذ سكا ياء بياء فلسري وهروها حرشتك همزة أوله أخذت تواوى أخذ كانت ياء تخصصي تواوى ياكي بو يأخذ لبلو أخذ ثلاثية أقرب رباعي وأخرج أو كاتا ياء خصصي همزة كحثبه باشا يعني وقد حذف الهمزة من مستقبل هذا الباب لئلا يجتمع الهمزتان في نفس المتكلم لسد نفس المتكلم بنسجي أخرج أخرج فعل ماضي أخرج بك مضارع بس خذ بناخذ وقصدك علي أخرج دو همزة كومن ويانا
لزماني عربية موي أمدو همزة كون بيتوا هاتون همزة كحرف كتوا يعني خو همزة بس ذي متكلمة يعني كلمة متكلم حذف يعني كدوا للجئ لا أوازن لا غائب ولا مخاطب ولا هم يحذف ويظل أن لا يجتمع الهمزتان في نفس المتكلم وكذلك حذفت الهمزة من الفاعل بس اسم فاعل سأخرج يخرج بكسب فاعل مخرج لا أصل كيلو اشتقاقي يعني مؤخرج يؤخرج مؤخرج هذا الشيء طالما كاتي حذف الكلب أو كاتي مخرج وكذلك حذفت الهمزة من الفاعل والمفعول مخرج وإذا أصلا مؤخرج بس حذف ذات وكذلك حذفت الهمزة من الفاعل والمفعول والنهي وأمر الغائب اضطرادا للباب يعني هو هميك وياسر هموشي هو كاركتيا اجتماع الهمزتين في المتكلم بس أخرج لو يدبروي أود رزنبه لمتكلم حذف الكلمة باقي أو كلمة شرمي حذف أما ثلاثي مزيد فيه بحرف ولا سد ثلاثي مزيد فيه بحرف برام بتضعيف هذا شيء وخرج يخرج تخريجا تفعيلا وتخريجة هذا مصدري دوما بكسر الضاء وفتح التاء فيهما هذا مصدرك تخريجا وتخريجة فهو مخرج هو شيء تبرع لا يخرج كما قياس معناه اسم فاعل نستجد بسبب فعل مضارع أي اسم مفعول هذا مضارع بس إذا معلوم يأتي مجهول مخرج يخرج مخرج اسم فاعل لفعل المضارع مبني للمجهول بزيادة واسم فاعل لفعل مضارع مبني للمعلوم والأمر خرج حرف ياء المضارع كافي يخرج ياء إلى ما دام حذفت كذا في حرف الإدواء أو فوي متحرك هذا شيء خرج همزنا بين أو إبرة هل يخرج يا كلام بيخنا يقاتل يا كلام قاتل خرج والأمر خرج بكسر الراء والنهي لا تخرج هل تخرجوا بس لا بكسر الله كسر الله ناهية ومجزوم الشكل لا تخرج بضم التاء وكسر الراء أو فعل أما فعل وخاصم يخاصم بكسر الصاد مخاصمة بفتح الصاد هو ذيك المصدر كان وخصاما فعالا بكسر الخاء فهو مخاصم اسم فاعل وذاك مخاصم والأمر خاصم والنهي لا تخاصم بضم التاء ومجهول الماضي خوصم خاصم بكم المجهول يكم حرف يكيد تسين ضمة تكتت ضمة ألف قلب واو قاتل قوتنا خاصم خوصم واضحة؟ أستنى شرح كده هم دي كانت تنزيلات الأكاد أو حذف همزة أفعل حذفت همزة أفعل من مضارعه لئلا تجتمع الهمزتان في المسند المتكلم ولا حاشا كان صوت الشجرة أحدهما حرف مضارع همزة والثانية همزة أفعل المزيدة على الثلاث بس أخرج وأخرج توضيح ذلك الماضي أكرم فإذا أردنا مضارعا رائج وزاد الكلمة مضارعا يزاد في أوله حرف المضارعة فيقال يؤكرم بوشي هذا رسم التلاوة خوي أكرمية
بلان با أكرم به ما دام أنا وراس الكلمة يفيش مضمون ما شيء ترسم الهمزة الواو يؤكرم برشازة. وعلى التصريف الآتي للغائب يؤكرم استعمر أما في الأصل المرفوض أو رسمنا هذا وزنين على وقتنا يعني أما في الأصل بلانشي المرفوض هذا يقول يكرم نالي أخرجه ويخرجه همزة حذف بلا ما بوي كلمتي بوي بزاعي أصلا كاين ليلة واحد لكن أما في الأصل المرفوض شلون يصير راء همزة ألف نالي يرى حسب عرف زي بينك يرى ليش أخرج نالي يؤخرج أكرم يؤكرم لي ربس كبيري يؤكرم يؤكرمان يؤكرمون أما بو غايب الشيء تؤكرمان ونشاني يكسام مساوي للدعاء على يعني كان كلام ظلماء تؤكرمان يؤكرمن مخاطبش تؤكرمان تؤكرمون مخاطبة تؤكرمن المتكلم أكرم هنا اجتمعت الهمزة أما هنا مبرص في وجه بوي مذكر همو أمام رسمي كل بس بوي مذكر أساسا لكن دو همزات هنا اجتمعت الهمزتان نؤكرم تبوي بزعل الموضوع كتير يجبتا يؤكرم بك لا يخوت لجيري ونسى يكرم رقم يكرم للغائب لا قرئ للغائب يؤكرم بنسى يكرم يؤكرمان بنسى يكرمان يكرمون تكرم تكرمان يكرمن تكرم تكرمان تكرمن تاخر أكرم نكرم تكرمين تكرمان تكرمنا أكرم نكرم أقدر تواني برابريا أو بنسيب كاستعرب سبيلك هذا الموضوع كتير فالاجتماع الهمزتين في المتكلم وحده وبسي أم خالك السلسلة وأكرم وحصول الثقل في اجتماعهما تنكدو همزة بيك وقرصة حذفت همزة أفعل همزكي أفعل كابو همزة دوم حدث كلاوة وبقيت الهمزة التي هي علامة المضارعة أم ينحذف لكن شنك بوي فعلك أولا دستي نسوة لدست ندى كمضارع ندى حرف المضارع يعني همزية كم كهمزي وأكرموا وأكرموا همزي كم يما همزي فعلك مضارعة حرف المضارعة حذفت مع بقية حروف المضارعة الياء والتاء والنون وإن لم يحصل الثقل ولقد تاء يستثقلني وليت أكرمك شرني ثقل بس لشوية أكرم بلا ما دام أو واحد كدوا تبعا أو أشبه دوايا مو همزة حذف هو ولم تبعا للمتكلم وحذفت أيضا في اسم الفاعل يقال مكرم والأصل مؤكرم وفي اسم المفعول يقال مكرم والأصل مؤكرم وفي الأمر يقال لتكرم والأصل لتؤكرم همزية وفي الأمر وفي النهي يقال لا تكرم كما استأمر أكثر ناكن والأصل المرفوض بالياء سيفية مكنة متنابت الفصيح والأصل لا تؤكرم حذفت في كل ما تقدم لها الهموي نهي أمر اسم فاعل اسم مفعول اضطرادا للباب اضطرادا يعني شيء يعني تبع بعضه بعضا يقبل وأي يقع إذا استكان تعريف المضطرد متى نفسي بعضنا
الجاري حكمه على نظائره. الجاري حكمه على نظائره. تأصول الفقه توجد مضطرد أما تعريف الفقه. الجاري حكمه على نظائره يعني يكفي كان الحكم فيها بحكم بس هم وانتلاها أو مضطردا. الجاري حكمه على نظائره بس حكمي وأكلمه بس الحكم يعني كهو مضطردا. أتشيك اشتقاقك لو بابا بدأ بأفعل همزي ماضيكي محذوفة. همزي ماضي محذوفة حذفت في كل ما تقدم اضطرادا للباب أي تبعا للمتكلم ليكون الباب على شكل واحد. ولم تحذف من أمر الحاضر لأن حرف المضارعة يحذف منه فيقال أكرم. أكرم استأجر باشتقاق أكرم ده بين زين لشور ما بيتوقع شو فعلك دعني؟ تؤكرم مخاطب تؤكرم تاكلابا همزة لبروي ضمك لما هذا شو ده وصفك ليه؟ أستألف أبيت شيء أكرم ولم تحذف من أمر الحاضر لأن حرف المضارعة يحذف منه. يعني بوشي إيك بسارة الله نشرته علي يعني مؤلف الله له مو يحسب به يباشا لا أمر أبو حذف هذا لا أمر لبرو حرف المضارعة كيتيا نامي تؤكرم تاكلابي يباشا أجر هنا كشلاب الهمزة كشلاب جنب بالبنيان ونيا لبرو لكاتك أمر دروسكين أفعلان لست أصلا مرفوضة كالبسين واضح عن الملاحظة فعل أمر وما يسببنا أقل كسي فعل الله باشا لتكرموا فعل أمر بدروسك كم أنتم دوسيك لتكرموا كستناد دوسيك هذا الشيء هو أصلي مرفوض. أصل المرفوض تكرمشيا تؤكرم تاكلابا أكرم ويا فعل أمري أفعلا مشتقة لشيوا لأصل مرفوضه واضحة لبش لبلو تاكلابي همزة كش حذف كين فعلك سيحة فمنيت هنا تولي في بيد مسكين أمري بيد مسكين خوشي سيحة فينية مجرد نية مزيد فيه وكذا بنيان بناء كلمة تدست شيء. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فعل أمر يصنع من الأصل المرفوض يعني من الأصل المرفوض يصنع يعني يشتق يشتق يعني يصاب